لسه كنت بعمل ريوتش لواحد من اصيع المسلسلات اللي نزلت في مصر اخر فتره، وهو مسلسل بيمبو. مع اني اسمي بيمبو بس انا مش بسكوتة. انا ممكن افهم ليه بيمبو ما يعجبش ناس كتير، لان بيمبو مسلسل مختلف، مش شبه اي حاجه اتعملت اخر كام سنه. بصراحه المسلسل اخراجيا كان صعب فشخ، لانه كان اخراج مخرجين، عمرو سلامه وعمر رشدي حامد، اللي اخرج كام حلقه في الاخر كده. وبصراحه المخرجين عملوا شغل كويس جدا، بالذات في مشاهد التوهان بتاعت بيمبو. المشاهد دي معموله بستايل عالمي. التمثيل من كله كان بالنسبه لي كويس جدا، بالذات من ويجز. ده واحد اول مره يمثل، عامل دور فلاح عنده لدغه في الخاه، اغرب لدغه شفتها في حياتي عامه. احمد مالك عمل دور احمد مالك عمل دروب بشكل كويس جدا، بالذات ولا يهمك انت جوه الاول رجاله. يلا احمد مالك عمل دروب بشكل كويس جدا، وقدر يوصل لي مشاعر الشخصيه، وقدر يوصل لي ان هو تايه ومش عارف يكتشف نفسه. هو ده المفتي ما كانش ليها لازمه، هم جابوه عشان هو ده المفتي عادي جدا يعني. بس اوفرول هو مسلسل حلو جدا، مسلسل مختلف، مش هاجب كل الناس. فلو انت شفت مسلسل بيمبو اكتب رايك تحت في الكومنتات، واعمل لايك وفولو وشير، وبس كده.